السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض في كورس الفونكس والجرامر اللي هيساعد المامي او المعلمه اللي لسه متخرجه ان هي تشتغل انجليش مع الولاد بطريقه سهله جدا ومبسطه. طبعا لو استفدتوا باي حاجه من الفيديو اتمنى ان انتم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره، تدوسوا على كلمه سبسكرايب. طيب تعالوا نشوف بقى. هنا اول مره اخدنا وان وذا، دلوقتي هناخد الناونز والفيربس والادجكتيف. ايه هو الناون وايه هو الفيرب وايه هو الادجكتيف؟ انا لما باجي اكتب في الجمله بستخدم الحاجات دي، فالحاجات دي لازم الطفل يبقى عارفها. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجه الناون ده اسم. يعني ايه اسم يا مس؟ يعني مثلا لما اقول العربيه ده اسم، ماما، هنا، منى، قطه، ورده، الحاجات دي كلها اسمها اسماء. تعالوا نفنطها كده مع بعض عشان نعرف هي ايه. اول حاجه البليسز اللي هي الاماكن. لما اقول سكول، هاوس، زو، كلاب، لما اقول لك دي اسمها ايه تقول لي لو احنا قدامنا مبنى مثلا مدرسه بقول لك ده اسمه ايه، هتقول لي دي المدرسه. اقول لك ده ايه؟ ده بيت. ده ايه؟ ده حديقه. ده ايه؟ ده نادي. خلاص. طيب تاني حاجه person. يبقى تاني حاجة في الناونز هي البيرسون اللي هم الأشخاص. طيب زي إيه؟ لما أقول أحمد، علي، منى، هنا، داد، دكتور، براذر، مام، سيستر، دول كلهم اسمهم أشخاص. يبقى أي وظيفة أو أي صلة قرابة أو أي اسم شخص ده اسمه person. طيب بعد كده things اللي هي الأشياء. إيه الأشياء ديت يا مس؟ مش الأشياء دي بتنقسم لحاجتين، يا إما جماد حاجة ما عندهاش مخ وما بتفكرش، يا إما نبات. تعالوا نشوفها هنعملها إزاي. الجماد زي بول، كار، بن، تيبل، بوك، بنسل، اي حاجه ما عندهاش مخ، اي حاجه ما عندها اي حاجه جماد، اي حاجه جماد هقول عليها things. طيب النبات tree، flower، plant، grass، banana، strawberry، اي بقى فاكهه، اي خضار، ده كله بيبقى بيندرج تحت الثينجز او البلانتس. طيب بعد كده الانيمالز الحيوانات. اي اسم حيوان هو نون. لما اقول دوج، اليفانت، كات، انت، اي حاجه من الحاجات دي اسمها ايه. يبقى انا ممكن اسال نفسي كده السؤال ده، اقول اسمها ايه لو جاوبت عليها، او اسمه ايه لو جاوبت عليها بكلمه. مثلا ده اسمه ايه؟ تيبل. ده اسمه ايه؟ بن. يبقى ده اسمه، ده الاسم بتاعه. خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى الفيرب it describes what the noun does. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ هو الاسم بيعمل ايه؟ يعني مثلا عندي ولد اسمه احمد، طبعا الاختصار بتاعها لتر في، والناون الاختصار بتاعها لتر ان. طيب لما اقول لك كده احمد بيلعب، يبقى انا احمد بيعمل ايه؟ ممكن اسال نفسي بقى السؤال اللي هنا، اساله بيعمل ايه او بتعمل ايه؟ بلعب، بشرب، باكل، بجري، بذاكر، بقرا. يبقى بتعمل ايه ده؟ دوت الفيرب، دوت الايه؟ الفيرب. في فيربس هنا مهم جدا الولاد يبقوا عارفينها. عندي البدايه او الاساسيات swim، run، play. swim يعوم او يسبح، run يجري، play يلعب، eat ياكل، kick يشوط الكره او يركل الكره، cook يطبخ، sing يغني، drink يشرب. ممكن read يقرأ، write يكتب، study يذاكر. يبقى في verbs مهم جدا ان الولاد يبقوا عارفين. طيب هنا ده تمرين بقول لك هنا choose noun or verb. اختار noun ولا verb. play، dog، run، cat، swim، boy. play طبعا ده verb، dog noun، run verb، cat noun، swim verb، boy noun، school noun، sing verb. طيب انا لحد هنا ممكن اشتغل لو هم الاولاد لحد برايم 1 ممكن اشتغل معاهم لحد الجزئيه دي حلوه قوي. وبرايم 2 برضو انا بقسم الشرح على اجزاء. يعني مثلا لو الاطفال مستواهم ياخد الناونز بس مش هيقدروا ياخدوا الفيربس كمان، يبقى اشتغل معاهم ناونز بس في حصه، والحصه اللي بعديها اشتغل فيها فيربس. لو الولاد مستواهم يجيب الناون والفيرب مع بعض يبقى اشتغليهم الاثنين مع بعض. لو مستوى اعلى مثلا سنه ثالثه او رابعه ابتدائي يبقى هيمشي معاهم موضوع الادجكتيف. طب هشرحه ازاي يا ميس؟ الادجكتيف هنا برمز ليه بالرمز ADJ.
it describes what the noun looks like, smells, sound, feels or tastes. يعني ايه يا مس؟ like يعني هو كلمة بتوصف الشكل او الصوت او الحجم. هي بتوصف النون على فكرة، بتوصف شكله، طعمه، حجمه، لونه، اي حاجة بقى، اي حاجة يعني اي حاجة بوصف بيها النون ده اسمه adjective. طب في adjectives هنا ممكن الولاد يحفظوها: hot سخن، cold ساقع او بارد، small صغير، big كبير، old قديم، new حديث، tall او long عكسها short، wide واسع، tidy ضيق. بصوا بقى المعلومة ديت مهمة جدا جدا ان الولاد يبقوا عارفينها، ان الادجكتيف بيجي قبل النون. يعني ايه يا مس الادجكتيف بيجي قبل النون؟ يعني انا عايزه اقول شعر طويل، هقول ايه؟ hair long ولا long hair؟ ها، هقول الميس قالت لي الادجكتيف بيجي قبل النون، فهقول long hair. طيب الميس بتقول لي عين زرقاء، هقول eyes blue ولا blue eyes؟ هقول blue eyes. ليه؟ لان الميس قالت لي ان الادجكتيف بيجي قبل النون. وعلى فكره الادجكتيفز كمان بيبقى ليها ترتيب، يعني مثلا بيبقى في حاجات بتيجي قبل حاجات، يعني ممكن يجي كذا ادجكتيف قبل النون، مش ممكن يجي ادجكتيف واحد بس، لا بيجي كذا ادجكتيف قبل النون، دي حاجه عاديه جدا. خلاص طيب تعالوا نشوف هنا بقى بيقول لك choose noun or verb or adjectives. هختار adjective، هختار اسم ولا فعل ولا صفة. هنا كلمة زي كلمة play، ها noun or verb، ها ده verb. كلمة boy ده noun. swim verb. cat noun. hot adjective. يبقى هكتب هنا ايه؟ adjective. احنا بنكتب الكلمة اللي هي من دول هنا، وده طبعا الاختصار بتاعها noun in verb v adjective a d j. طيب في هنا برضو في كتاب توب جرامر اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، هو حلو قوي في الحاجات دي في الجرامر في التأسيس. الكتاب توب جرامر ده ليفل 1، حلو قوي قوي في البدايات، يعني زي ما احنا ماشيين كده. بصوا هنا اهو بيقول لك verb or noun، فانت هتختار ايه. هو هنا جايب لك بالصور مش بالكلمات، فانت صورة زي دي هتقول ant، فانت ده ايه؟ noun. صورة زي دي ده ايه؟ verb، ده بيكتب. write، ها ديت بتعمل ايه؟ kick، ده verb. ده بتقرأ، ده verb. دي كرة، يبقى بول. خلاص يبقى هنا لو معاكم الكتاب ده ممكن تشتغلوا منه زي ما احنا ماشيين كده. طيب تعالوا هنا التمرين ده انا حباه جدا، لان الطفل بقى بيبدأ يستخرج بنفسه النون او الفيرب من الجملة، فده تمرين حلو قوي. تعالوا نشوف هنا بيقول لي circle the noun. I like a cake. احنا اتفقنا اصلا يعني ان او ان بتيجي قبل النون، صح؟ فانا لو انا محتار ومش عارف، لو لقيت او ان يبقى هيجي بعديهم نون. يبقى فين فين النون؟ كلمة كيك، هعمل عليها circle. I read a book. ها تعالوا نشوف كده. read ده ايه؟ ها ده verb. ممكن اكتب هنا في كده لو انا شطور بقى، عايز استخرج بقى وشطور. book ده النون، هكتب فوقيه ان واعمل عليه circle. she has a dress. ها dress ده النون. I eat a sandwich. sandwich ده النون. I have a ball. ها ball هي النون. سامي is happy. خلي بالكوا بقى، سامي ده ايه؟ ده اسم. طب يا ميس ده احنا متعودين ان النون بيجي هنا. لا مش شرط، النون بيجي في اي حته، احنا لازم نبقى مركزين ومصحصحين. خلاص عرفنا النون ده ايه. يبقى النون ده اهو، ده سامي هو النون. طب هابي دي ايه يا ميس؟ ها هابي دي الحاله بتاعته ايه؟ طيب he is a teacher. ها he is a teacher. ها مين النون هنا؟ teacher. she has a doll. ها فين النون؟ doll. it is a flower. flower هي النون. هنا بقى في التمرين ده هو عاجبني ان احنا ممكن نكتب noun او verb زي ما انا عامله كده. verb or noun. يعني هنا بيقول I read a story. ها
يبقى ده verb وده noun. طبعا هو هنا عايز نعمل سيركل على الفيرب، هعمل دايرة على الفعل. I swim in the sea. ها يبقى swim ده verb، هكتب فوقيه the، والسي ده noun، هكتب عنده noun. I draw a picture. هنا I draw a picture. ها فين الفيرب؟ verb draw يعني يرسم. picture صورة ده الناون. وطبعا خلي بالنا برضو ان و ان بتيجي قبل الناون. I drink milk. خلي بالكوا هنا milk ما جاش قبليه و ان. ليه يا ميس؟ عشان دي حاجة مش هعرف اعدها. انا ممكن اعد العلب، يعني ممكن اعد علب اللبن، ممكن اعد كده، ممكن اعد كوبايات الشاي، بس مش هقدر اعد الشاي، مش هقدر اعد اللبن، مش هقدر اعد الميه. يبقى الحاجات دي ما بحطش قبليها او ان. يبقى هنا drink ده ايه؟ ده verb، milk noun. طيب he rides a bike. ها rides يعني بيركب العجله. ride يركب عجله ده verb، bike ده noun. I ride the homework. right هنا ده ايه؟ ده الفيرب، الهوم ورك ده الناون. I eat a sandwich. ها eat ده فيرب، sandwich ده الناون. طيب احنا بكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.